هذا على العشير وقلب عليه طلع له في راسو، حيت على الفيه بلي ديال التقال دير مع من جوج يجيك مع الجوج، ولكن ديال غدا على الفيه الهضره بزاف والو ما كيسكتش. بدا شاد النميمه في واحد الدري، وملي مشى بدا شاد في هذاك اللي مشى والو تسد له فمو يضرب النيف. علال من داك النوع الحاجه الوحيده اللي كيعرف يدير هي يهضر في عباد الله. ها هو عاوتاني مطايف مع راسو حيت ما نعش بكري البارح وصابح خدام، وسبابو البليه ديال الصهر اللي كيبات شاد النميمه في الناس اللي هما في الاصل احسن منه. علال عايش في واحد الدوامه ديال العادات السلبيه اللي ما كتخليه يدير حتى حاجه في حياته، ما عندوش روتين صحي بحالو بحال الناس اللي غيخليه شخص مهيب وافضل. بالعكس ما كيدير سبور، ما كيقرا كتوبه، وهادشي اللي كيخليه واقف في بلاصتو. ولكن هو ما عارفش اهميه العادات الايجابيه والتاثير ديالها، والعادات السلبيه هي اللي كتخليه كاره حياته. واحد النهار بدا دماغه كيطرح عليه بزاف ديال الاسئله: واش عمرك فكرتي شحال ديال الحوايج كديرهم بلا ما تحس؟ واش هادشي غادي بك لقدام ولا راك واقف بلاصتك؟ واش انا داك الشخص اللي باغي نكون؟ علال كيما العاده ما تخاف ما والو، عندي لك اليوم الحل. وفي هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش العادات كتبدل حياتنا وشنو نديرو باش نتحكموا فيها. العادات هي السلوكيات اللي كنعاودو نديروها يوميا حتى تولي جزء من حياتنا. هاد العادات كتاثر بشكل كبير على حياتنا سواء بالايجاب او بالسلب، والعاده هي داكشي اللي كنديروه يوميا بلا ما نفكروا، بحال كيفاش كنفيقوا، شنو كناكلوا، حتى كيفاش كنقضيو وقتنا. او نقدروا نقولوا العاده هي اي حاجه كنديروها بالزربه وبلا ما نفكروا حيت ولا جزء من حياتنا، بحال كيفاش كتنوض من النعاس، شنو كتاكل، وحتى كيفاش كتهضر. واليوم غنعطيكم بعض العادات اللي خاصكم توليو ديروهم باش توصل لذاك الشخص اللي باغي. واول عاده غادي نبدا بها هي جمع فراشك في الصباح. تجمع فراشك من العادات اليوميه البسيطه اللي كتعطي تاثير كبير على حياتك. باش كتجمع فراشك كتكون بديتي نهارك مزيان، واخا النهار كله باقي قدامك، وهادشي كيأثر عليك نفسيا حيت هذاك لوجيز ديال تجمع فراسك اول حاجه كيخلي البلاصه ديالك مرتبه ونقيه، وهادشي كيعاونك تحس بالراحه والهدوء في المحيط ديالك. ملي كيكون محيطك مرتب كيكون عقلك اكثر تركيز. ثانيا ملي كتجمع فراشك كتحس براسك بحال اللي تغلبتي على شي تحدي صغير، وهادشي كيخليك تحس بالانجاز حتى قبل ما تبدا المهام الكبيره ديالك. وفاش كتواجه تحديات اخرى في نهارك كتحس انك قادر تحقق بزاف ديال الاهداف حيت بديتي نهارك بنجاح. ومن جهه اخرى كتكتسب عاده الانضباط والتنظيم، ومع مرور الوقت كتولي هذه العاده جزء من الحياه اليوميه ديالك. العاده الثانيه هي قراءه الكتب. القراءة عندها تأثير كبير على حياة الإنسان سواء من الناحية الفكرية أو النفسية ولا حتى الاجتماعية. ملي كتقرا كتحل قدامك عوالم جديدة وتكتسب معلومات وأفكار ما كنتيش عارفها من قبل. القراءة كتعلمك تفكر بطريقة مختلفة حيت كتحفز الدماغ ديالك باش يحلل ويستوعب الأفكار الجديدة، وهادشي كيعاونك توسع الخيال ديالك وتقوي الذكاء ديالك. من الناحية النفسية القراءة كتعاونك ترتاح نفسيا وتخفف التوتر. مثلا ملي كتكون كتقرا شي كتاب شيق أو قصة زوينة كتحس براسك دخلتي في واحد العالم آخر، وهادشي كيخليك تنسى مشاكل الحياة اليومية لبعض الوقت. القراءة كذلك كتقوي التركيز ديالك حيت كتعلمك تبقى مركز على المحتوى لفترة طويلة، والتركيز كيأثر إيجابيا على حياتك اليومية. أما من الناحية الاجتماعية القراءة كتخليك شخص أكثر وعي ومعرفة، وهادشي كيعاونك تكون محاور مزيان وسط الناس، كتبقى مطالع على مواضيع مختلفة، وهادشي كيخليك تفهم الآراء الآخرين بشكل أحسن وتقدر تناقشهم بطريقة عقلانية. القراءة كتبني عندك ثقافة عامة، وهاد الثقافة كتعطيك الثقة في النفس وكتخليك تبرز وسط أي جماعة. القراءة هي بحال غذاء للدماغ، كل ما قريتي أكثر كل ما وليتي كتفهم الحياة بزاوية مختلفة وكتقدر تتعامل مع التحديات بشكل أحسن. وباش تولي القراءة عادة خاصك تبدا بشي كتوبة كتستهويك وتكون سهلة، ومع الوقت غادي تلقى راسك مدمن على هاد العادة اللي غادي تغير حياتك للأحسن. العادة الثالثة السماع للبودكاست. سماع للبودكاست ولا واحد من العادات اللي كتعرف انتشار كبير في هاد السنين الاخيره، وهادشي حيت عنده تاثير كبير على حياه الانسان من بزاف الجوانب. اولا البودكاست كيعطيك فرصه باش تستافد من الوقت ديالك خصوصا في الاوقات اللي كتكون مشغول، بحال ملي كتكون كتمشى في الطريق او لا في الخدمه او كتسوق او لا كتقوم حتى بشي اشغال في الدار. في بلاصه ما تضيع الوقت كتقدر تستمع لحوارات وافكار كتنمي المعرفه ديالك في مجالات مختلفه بحال التنميه الذاتيه، الاقتصاد، التكنولوجيا ولا حتى الترفيه. البودكاست عنده كذلك تاثير ايجابي على التطور الشخصي ديالك. ملي كتسمع للناس اللي عندهم تجارب ناجحه ولا كيشاركوا قصص حياتهم كتحفز راسك باش تخدم على تطوير الذات ديالك وتحقق اهداف. تقدر تسمع نصائح واراء مختلفه اللي ممكن تساعدك تشوف الامور بزاويه جديده، وفي نفس الوقت البودكاست كتخليك تبقى على اطلاع على اخر المواضيع والاخبار في المجالات اللي كتهمك، وهادشي كيعاونك تكون اكثر وعي وثقافه. من الناحيه النفسيه سماع البودكاست كيساعدك تخفف من التوتر خصوصا اذا اخترتي بودكاست هادئ بصوت مريح او مواضيع خفيفه. كذلك كيشجع على التركيز وتحسين مهارات الاستماع ديالك حيت خاصك تكون مركز باش تفهم المضمون، ومع الوقت هذا التركيز كيولي عاده كتاثر بشكل ايجابي على حياتك اليوميه. البودكاست كيمتاز بانه سهل ومتنوع حيت كتلقى مواضيع واسلوب مختلف كيناسب كل واحد، سواء كنتي باغي تستافد او غير تبحث على الترفيه. وباش تستافد منه مزيان خاصك تختار بودكاست بجوده عاليه ومحتوى نافع وتخصص ليه وقت في جدولك اليومي، هكا تقدر تطور راسك وتستغل وقتك بشكل ذكي وممتع. والبودكاست اللي كنصح به هو فنجان اللي غادي تستافدوا منه مزيان. العاده الرابعه رياضه الجيم. رياضة الجيم عندها تأثير كبير على الصحة الجسدية والنفسية ديال الإنسان، وهادشي علاش بزاف ديال الناس كيلتحقوا بالجيم باش يحسنوا حياتهم.
واول حاجه رياضه الجيم كتعاون بزاف على تقويه العضلات وتحسين اللياقه البدنيه. ملي كتمرن بانتظام وكدير تمارين المقاومه بحال رفع الاثقال او الاجهزه اللي كتعتمد على العضلات، وراك تقوي الجسم ديالك وكتزيد في الكتله العضليه. هادشي ماشي غير كيحسن المظهر ديالك، ولكن حتى القوه ديالك اليوميه، حيت كتولي قادر على القيام بالانشطه اليوميه بسهوله. رياضه الجيم كتعطيك فرصه باش تحرق الدهون الزايده وتتحكم في وزنك. مثلا التمارين الكارديو بحال الجري على المشايه او الدراجه الثابته كتعاونك تحرق سعرات حراريه بزاف، وهادشي كيعاونك توصل للوزن المثالي وتحافظ عليه. بالاضافه التمارين المنتظمه كتزيد في مرونه الجسم وتحسن اداء القلب والشرايين، حيت كتخلي الدوره الدمويه ديالك تخدم مزيان وكتقلل من مخاطر الامراض بحال السكري وامراض القلب. من الناحيه النفسيه رياضه الجيم عندها تاثير ايجابي كبير. ملي كتمارس الرياضه الجسم ديالك كيطلق هرمونات السعاده بحال الاندروفين، وهادشي كيعاونك تحس براسك مرتاح ومبعد على التوتر والقلق. كذلك ملي كتشوف تقدمك في الاداء او تغييرات في الجسم ديالك كتزيد الثقه بالنفس ديالك وكتحس براسك حققت شي حاجه مهمه. رياضه الجيم كتساعدك تنظم حياتك وتخلق روتين صحي. ملي كتكون ملتزم ببرنامج رياضي كيولي عندك انضباط في المواعيد وكدير مجهود باش تحافظ على هذا الالتزام. حتى التغذيه ديالك كتاثر بشكل ايجابي، حيت كتولي تختار المأكولات الصحيه اللي كتساعدك تحسن من النتائج ديالك في التمارين. وفوق من هادشي كامل الجيم هو مكان اللي كتقدر تلاقى فيه بناس عندهم نفس الاهداف، وهادشي كيخليك تخلق جو ايجابي كتشجع فيه راسك وراس الاخرين باش توصلوا للاهداف ديالكم. رياضه الجيم هي استثمار في الصحه ديالكم، ماشي غير باش تبان مزيان، ولكن باش تعيش حياه صحيه وتكون ديما في واحد الطاقه ونشاط. وخامس حاجه اللي هي ماشي عاده وانما اسلوب حياه خاص يكون عند اي شخص فينا، التخطيط اليومي. التخطيط اليومي هو واحد من افضل الوسائل باش تنظم حياتك وتحقق اهدافك بطريقه فعاله. ملي كتحط خطه يوميه، اول خطوه هي تخصص وقت قصير بحال 10 دقائق ولا 15 دقيقه في الصباح او قبل ما تنعس بالليل باش تجمع كل الحوايج اللي خاصك ديرها في نهارك. كتب المهام ديالك في شي ورقه او استعمل شي تطبيق. مثلا خاصني نراجع شي درس او ندير رياضه. ملي تجمع هاد المهام خاصك تفرزها حسب الاولويه باستعمال طريقه سهله، بحال سول راسك شنو هو الشيء اللي مهم بزاف وضروري نديرو اليوم، ومن بعد حاول تحدد وقت لكل مهمه. الصباح غالبا كيكون انسب وقت المهام اللي كتحتاج تركيز كبير بحال الدراسه ولا الشغل، وخلي المساء المهام الروتينيه بحال تقرا شي كتاب الترفيه عن النفس. تقسيم الوقت كيعاونك بزاف، وهنا كتجي تقنيه البومودرو عطي نتائج رائعه بحيث كتركز 25 دقيقه على كل مهمه وحده وبلا تشتت، ومن بعد خذ 5 دقائق راحه قصيره. الطريقه كتخليك تبقى مركز وما تحسش بالتعب بسرعه. ومن بعد ما تكمل نهارك خصص وقت باش تراجع شنو درتي وشنو باقي لك، وحاول تفهم الاسباب باش تحسن الخطه ديالك في اليوم التالي. زائد ان التخطيط اليومي ماشي غير كتابه المهام فقط، بل هو نظام كيعاونك تبقى مركز وتنظم وقتك بطريقه ذكيه وتحقق التوازن في حياتك بين العمل والراحه.